بص خلينا نكون واقعيين، سينا كان المفروض يتحول هيل سنة 2012 وكانت هتكون منطقية جدا لأنها كانت سنة سود عليه، هزيمته من الروك لتدميره على يد بروك ليزنر وصرفه العبيط للحقيبة وعدم الاستفادة منها، فبعد كل ده إنه يتحول هيل كان هيكون الوقت المناسب، لكن كمل فيس. والفترة اللي فاتت دي طلعت تقارير بتتكهن عن إمكانية رجوع سينا وتحوله الهيل لأول مرة من 15 سنة يمكن، فهل هينفع يلعب الدور ده ويكون مقنع؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده، فاعمل لايك واشترك ويلا بينا. بداية ظهور سينا كانت قدام كيرت أنجل سنة 2002 لما عمل تحدي أي حد شايف نفسه راجل يطلع يواجهه، وطلع له سينا وقاعد يقول له أنت مين عشان تطلع تقف قدامي، ده أنا ذا بيست اوف ذا بيزنس ياده وبتاع. سينا راح قال له روسليس وسكع وجلب. ما علينا، انت اكيد عارف القصه دي يعني. كمل سينا بعدها وكان بيطلع دايما لكن ما كانش عنده شخصيه معينه يتعلق بيها الجمهور. غلب كريس جيريكو اللي كان اسم كبير وقتها، لكن ما كانش مع الجمهور اللي هو وشكله كده مش هيجيب فلوس للشركه، ودي كانت اكتر حاجه يكرهها العم ماكمان، فكان حالف ان هو يمشيه لحد ما جه يوم غير كل ده. ال WWE كانت بتعمل جولة في أوروبا، وفي آخر الباص كان راي وراكيشي قاعدين بيهزروا وبيعملوا فري ستايل وبتاع. شافهم سينا قال لما اروح اقعد معاهم يعني بدل الملل ده. أول ما اشتغل يراب معاهم الكل اتفاجئ بموهبته، قاعد يضحكهم والجو كان آخر لطافة يعني. مين بقى كان في الباص وسمعوا؟ ستيفاني ماكمان اللي هي كانت ماسكة سماك داون وقتها، وعجبت جدا بأدائه وقررت تديله فرصة تاني عشان بعدها على طول يطلع علينا سينا بشخصية دكتور اوف زاجونومكس. الشخصية اللي كانت عبارة عن ان جون سينا يدخل يدس اي حد ويطلع تاني وتنفجر شعبيته، واللاعب عمالقة وقتها زي تيكر وكريس بنوا وايدي جاريرو وكسبهم كلهم. لكن لما جه حكاها مع بروك ليزنر فري ستايل وبتاع، بروك كسره. ده ما بيهزرش، ده مش بيهزر خالص. فضل سينا نجم وسطى لحد ما دخل في عداوة مع البيج شو بطل الولايات يلعبوا ماتش في ريسلمانيا 20. سينا عمل ماتش عظيم عشان يكسب حزام الولايات، وهنا اقدر اقول لك ان فصل جديد في حياة جون سينا بدأ. في الاول ال WWE كانت محتاره بين جون سينا وباتيستا مين فيهم اللي يكون نجم الشركه، بس مع الوقت بقى واضح مين فيهم اللي شعبيته اكبر وعامل لينك مع الجمهور وبالاخص الاطفال، واللي كان عنده كل المقومات اللي تخليه يشيل الشركه والجيل الجديد ده كله على كتفه، واللي كان كده هو باتيستا. لا بهزر، اكيد سينا يعني، انا بعمل حلقه عن سينا فاكيد هيكون سينا. وعشان سينا شعبيته طغت، ماكمان كالعاده حب يحط التاتش بتاعه، فحول سينا من الرابر الهيل السيء لسوبر سينا المحبوب، حاجه كده شبه هالك هوجن زمان، ونفس اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي مع كودي. المهم سينا بعد لقب الولايات دخل في عداوه مع JBL ويلعبوا في ريسلمانيا 21 ويكسب سينا اول لقب عالم في مسيرته، ورسميا تبدا فتره سينا محبوب الاطفال اللي كان بيفشخ اي حد قدامه حرفيا. وهو اعظم واحد لعب بالشخصيه دي في تاريخ المصارعه على فكره، مبيعاته كانت دايما متصدره، اكبر اسم في الشركه من اول ما ظهر، الاطفال والعائلات بيحبوه جدا. اي مصارع موجود وقتها سواء ايدج او اورتن او حتى شون مايكل وتريبل اتش ما كانش فيهم حد هيكون زيه كده. سينا كان الوجه المثالي للشركه، فليه نبوظ كل ده ونحوله هيل؟ ماكمان كان ماشي بمثل مادام شغاله ما تلعبش فيها. ومن ناحيه تانية الجماهير كانت هتموت وسينا ده يبقى هيل، لدرجه انهم كرهوه وهتفوا ضده. يا راجل ده في سنة 2006 لما كان بيلعب روب فان دام الجماهير كانت عايزة تضربه، واللي تلاقيه معلق لفتة لو سينا فاز انا هولع في القاعة. وسينا نفسه كان بيعلق في لعبة WWE 2K23 ان عمره ما عاش التجربة دي قبل كده. It was something I've never experienced and I don't know if I'll ever experience again. فيعني كانت الدنيا كلها كارهه سينا. المهم نشوف بقى بكميه الكره دي، لكن ال WWE برضه اهم حاجه بالنسبه لها الفلوس. لا انا عايز فلوس، ما دام بيجيب فلوس خلاص يكمل على الشخصيه المحبوبه بسبب الاطفال والعائلات اللي هيدفعوا اكتر لشراء البضاعه بتاعته. حاجه تانية كمان بصراحه ان في الفتره ما بين 2008 ل 2014 ال WWE ما كانتش بتصنع نجوم زي الاول. فما فيش حد يقعد مكان سينا كوجه للشركه وبطل محبوب. الكلام ده طبعا كان لحد ما جه رومان رينز وماكمان حطه بالعافيه، والجماهير ما كانتش طايقاه برضه يعني. وكمان فينس الفترة دي ما كانش بيدي فرصة كاملة للمصارعين، مثلا عندك دانيال براين او سي ام بانك او حتى سيزارو يا عم، وكان كل واحد يرفضه بحجة شكل ده جسمه صغير، ده سلوكه معرفش ايه، ده ما عندوش اداء على المايك وهكذا يعني. فكان لازم سينا يكمل فيس. لكن دلوقتي خلاص الراجل عمل كل حاجة في المصارعة، وايه افضل وقت يتحول فيه هيل دلوقتي؟
لان دلوقتي زي 2012 وقت مناسب جدا لتحول سينا لشخصيه الهيل. ما كسبش من 2018 ماتش فردي، يعني 2000 وما اعرفش كام يوم، وتهان من سولو في كراون جول، فيمكن كل ده تمهيد من WWE لتحوله للهيل. ولا ايه رايك؟ اصلا منطقيه بصراحه. كل الانكسارات دي تعمل من دوره هيل يا راجل. تحول سينا الهيل الفتره دي هيقلب عالم المصارعه. ده حدث كده عامل زي كسر السلسله، ونقارنه بكسر السلسله ليه اصلا؟ ما عندنا حاله شبهه بالملي. هو كان محبوب زي ما الكتاب بيقول، ده هو اصلا اللي رفع مجال المصارعه من كتر شعبيته. وفي اخر ايامه مع WWF الجماهير زهقت منه وكانت بتشتمه، زي سينا برضه فتره من الفترات. الناس خلاص زهقت، بس بدل ما يتفادى كره الناس ليه استغله، انضم لل WCW وتحول هيل واتكونت ال NWO، وكانت خطوه صح على فكره، واعاده انعاشه من جديد. فليه سينا لا؟ حاجه كمان بالنسبه لسينا، طلع من فتره وقال ان خلاص ما بقاش فاضل له كتير في WWE، ووضح وقال انه مش بسبب فقدان الشغف في المصارعه زي ما بيتقال، لكن السبب الوحيد انه ما بقاش قادر يصارع زي الاول بسبب سنه والعمليات الكتير اللي عملها. فغالبا الفتره الجايه هتكون الرقصه الاخيره للاسف. فممكن يلعب مين؟ رومان رينز؟ طيب سي ام بانك؟ راندي اورتن؟ استنى، ده راندي اورتن طلع من كام يوم وقال انه عايز يلعب سينا مره اخيره قبل ما يعتزل. in a situation where I'm fighting Cena at WrestleMania. تفتكر ممكن يحصل ماتش بينهم والمره دي تكون مختلفه؟ مثلا سينا هو الهيل واورتن هو الفيس. اعتقد ان الموضوع هيكون ممتع جدا، الناس هتحب تشوف الماتش ده. فقول لي انت رايك ايه لو حصل السيناريو ده، وطبعا ما تنساش تقول لي رايك في حلقه النهارده. وبس كده، سلام.